يا ترى كم مرة شفت صاحب حقه ضاع، وكم مرة شخص ظالم افتكر إن الدنيا صفت له وإن قوته وفلوسه هيحموه؟ في القصة دي أنا مش هحكي لك عن مجرد خلاف، أنا هحكي لك عن ليلة قلبت فيها حياة إنسان لمجرد إنه وثق في الشخص الغلط. بس افتكر دايما الظلم حبل قصير، والعدالة لما بتيجي بتوقيت إلهي ملوش مثيل. حكايتنا بتبدأ مع شاب اسمه يونس. يونس ده كان مهندس ديكور ومصمم عبقري بس على قد حاله. كان شغال في شركة مقاولات وديكور كبيرة يملكها راجل اسمه صلاح. صلاح ده كان براند، اسم مسمع في السوق، بس في الحقيقة هو كان مجرد واجهة بيمتص عرق الشباب الصغير ويكبر على قفاهم. يونس قعد 6 شهور كاملة ليلة بنهارة شغال على مشروع عمره، تصميم لقرية سياحية ضخمة لو اتنفذ هينقل الشركة دي في حتة تانية خالص. كان بيشرب قهوة أكتر ما بينام، وتفاصيل التصميم كانت حتة من روحه. وصلاح كان كل يوم يدخل مكتب يونس يطبطب على كتفه ويقوله: يا يونس أنت ابني، والمشروع ده لو نجح نسبتك فيه هتأمن مستقبلك ومستقبل عيالك. أنا عمري ما باكل حق حد. ويونس الطيب كان بيصدق وبيروح بيته لزوجته وأمه وهو طاير من الفرحة وبيقولهم: خلاص الفرج قرب والشقاء هينتهي. وجت اليوم الموعود، التصميم خلص والشركة الفايزة بالمناقصة كانت شركة أجنبية عملاقة. صلاح خد التصاميم وقابل الوفد الأجنبي، والمفاجأة المشروع اتقبل وبميزانية ملايين الدولارات. تاني يوم يونس رايح الشركة وهو مش سايعاه الدنيا من الفرحة، مستني المكافأة ونسبته اللي حلم بيها. دخل مكتب صلاح لقى ملامح الراجل متغيرة تماما، باردة وقاسية وقلب وشاهي. صلاح رماله ورقة وقال له ببرود: اتفضل يا يونس، دي استقالتك، مضي عليها. يونس وقف مذهول وقال له: استقالة ايه يا فندم؟ والمشروع ونسبتي اللي اتفقنا عليها؟ صلاح ضحك ضحكة ساخرة وقال له: نسبة ايه يا حبيبي؟ انت مجرد موظف بتاخد مرتبك عشان تشتغل، والتصاميم دي ملك الشركة يعني باسمي أنا. وهو عشان ما تبقاش طماع، أنا صرفت لك مكافأة شهر زيادة، وامشي من سكات عشان ما أذيكش في سوق المقاولات. أنت عارف كلمتي مسموعة إزاي؟ يونس حس إن الأرض بتلف بيه. تعب 6 شهور وأحلام سنين اتسرقت في دقيقة. حاول يتكلم لكن الأمن بتاع الشركة طلعوا بره بناء على أوامر صلاح. يونس وقف في الشارع، دموعه نزلت من القهر. أصعب إحساس في الدنيا هو قهر الرجالة. يونس مر بأيام سودة بعد الليلة دي. صاحب البيت كان هيطرده لولا ستر ربنا، وصلاح فعلا نفذ تهديده وبوظ سمعة يونس في السوق، فمحدش كان راضي يشغلها. في ليلة ويونس ساجد بيصلي بكي بحرقة وقال: اللهم اني مغلوب فانتصر. ومن اليوم ده قرر انه مش هيستسلم ويقعد ينضب حظه. بدأ يونس من الصفر ومن أوضته الصغيرة، فتح صفحة على السوشيال ميديا وبدأ ينزل فيديوهات يشرح فيها أفكاره وتصاميمه من غير ما يجيب سيرة مشروعه المسروق. الناس بدأت تلاحظ عبقريته وأسلوبه الفريد، وبدأ ياخد مشاريع صغيرة جدا، شقة هنا ومحل هناك، بس كان بيعملهم بإتقان وإخلاص ملوش مثيل. واسمه بدأ يرجع ينور تاني في السوق، وطمر سنتين كاملين. ومشروع القرية السياحية اللي صممه يونس وصلاح سرقه بدأ يتنفذ فعلا على أرض الواقع. لكن هنا ظهرت مشكلة كارثية. صلاح سرق التصاميم كرسومات، بس ميعرفش الأسرار الهندسية والتفاصيل التنفيذية اللي كانت في دماغ يونس بس. المهندسين بتوع صلاح عكوا في التنفيذ، وظهرت عيوب خطيرة في التربة، والأساسات هتهدد المشروع كله بالانهيار. والشركة الأجنبية هددت بشرط جزائي يخرب بيت صلاح ويدخله السجن. صلاح كان هيتجنن وطلب خبير هندسي يحل المشكلة فورا وبأي تمن. والترتيب الإلهي بقى خلى الشركة الأجنبية نفسها ترشح مهندس شاب طالع في السوق بسرعة الصاروخ واسمه مسمع بالإتقان، المهندس يونس. دخل يونس مقر الشركة الأجنبية عشان الاجتماع، ولقى صلاح قاعد وش الصدمة والخوف مغطي ملامحه. صلاح عارف إن رقبته بقت تحت سيف يونس. رئيس الشركة الأجنبية قال له: باش مهندس يونس، احنا عرفنا إنك الوحيد اللي تقدر تحل الأزمة دي وتنقذ المشروع. يونس بكل هدوء وثقة وهو باصص في عين صلاح المكسورة قال: أنا فعلا أقدر أحلها في يومين، لأن المشروع ده بتاعي أنا. دي تصاميمي اللي اتسرقت مني من سنتين، ودي الاسكتشات الأصلية وتواريخها على كمبيوتري الشخصي. الشركة الأجنبية فتحت تحقيق فوري، وبالمستندات والدلائل والداتا القديمة ثبت إن صلاح سرق مجهود يونس عيني عينك. الشركة الأجنبية فسخت عقدها مع صلاح تماما، وطلبته بالشرط الجزائي اللي خلاه يعلن إفلاسه ويبيع شركته كل اللي وراه واللي قدامه عشان يسدد ديونه. مش بس كده، صلاح بقى منبوذ في السوق كله،
وده نفس كاس الفقر والقهر اللي دوقه ليونس، الجزاء من جنس العمل. أما يونس الشركة الأجنبية وقعت معاه هو شخصيا عقد إدارة المشروع بالكامل وبأجر أضعاف اللي كان بيحلم بيه. يونس أسس شركاته الخاصة وبقى واحد من أكبر رجال الأعمال في مجاله. وفي مشهد النهاية يونس واقف في افتتاح القرية السياحية لابس بدلة أنيقة ومراته وأمه جنبه بيعيطوا من الفرحة. يونس بص للسماء وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يمهل ولا يهمل. القصة دي مش مجرد حكاية للتسلية، دي رسالة لكل واحد فاكر إن الظلم شطارة أو إنك لما تاكل حق ضعيف مش هيقدر يقف قدامك، في كده أنت كسبت وبقيت منهلب. يا فلان، الظلم ظلمات يوم القيامة. دمعة المظلوم في نص الليل قدرة تهدى عروش. الفلوس اللي بتاخدها من عرق غيرك هتدفع تمنها من صحتك، من عيالك، ومن راحتك. ويا كل مظلوم متزعلش لو حقك اتأخر، ربنا ما بيسبش. الحكاية بس محتاجة وقت عشان الظالم يقع واقف والوقعة بتاعته تكون أبدية. اصبر واشتغل على نفسك وخلي دايما حسابي الله ونعم الوكيل هي سلاحك.